في عالم آثار فرنسي ومفكر اسمه أندري بارو بيقول كل إنسان على وجه الأرض له وطنان، وطن الأم وسوريا. فهل أصالة تخلت عن سوريا ولا عن وطن الأم؟ هي أول سؤال. الأول عفوا نعم. المحور الثاني، أصالة حصلت على الجنسية البحرينية بمرسوم ملكي من ملك البحرين. نعم. فهي كمان محسوبة بشكل أو بآخر على البحرين. فليش ما علقت وعطت رأيها باللي عم يصير بالبحرين المعتم عليه إعلاميا؟ فهل هي مع الشعب في البحرين أو مع النظام الملكي في البحرين؟ ليه ما علقت بهالكلمة؟ الشغلة الأخيرة يلي أنا بدي أقوله، إحنا ما عنا ثورة بسوريا. إحنا إذا في 500 مخرب أو 500,000 نعم. أو مليون، طيب. إحنا 23 مليون. هذا الموضوع نحن على سجال انا بس سياسي. هقول المعارضه يلي طارحه. تفضل ايهم، بس كلمة أخيرة لك. انا بس تفضل. بقول بعد اذنك، انا بدي اقول لك، وانا بمصر وبقالي 19 سنه انا مغترب عن سوريا، انا مواطن سوري، عندي ولد عمره سنتين اسمه مصطفى نصري ابني. انا وابني اذا لا سمح الله بعيد الشر وقع النظام، انا رح احرق نفسي واحرق ابني اول واحد، وفي مثلي ملايين رح يعملوا نفس اللي انا رح اعمله. وبعدين بدي اقول لك استاذ توني، انا بدي اورجيك الصوره هي مشان بس أصالة تشوف الصورة وتعرف الأفضال اللي عملها الله يرحمه، والأفضال اللي عملها الله يطول بعمره الدكتور بشار على أصالة وعلى كتير ملايين من نمرة أصالة. المفروض كان أصالة يكون لها موقف مشرف، تكون مع الحق ضد المؤامرة اللي عم تحاك على سوريا. أيهم نصري من القاهرة، شكرا.